أهلا أهلا بأحلى متابعين. عاملة معاكم النهاردة شاتو الكراميل. حاجة كده يا جماعة، كيكة ناعمة وطعمة وخفيفة وهشة وسهلة. كل الصفات موجودة فيها تخليكي تقومي تعمليها دلوقتي حالا. شايفين جمالها؟ خطيرة. يلا بينا نشوف عملنا ايه. عندي كوباية لبن، نص كوباية زيت، نص كوباية سكر، كوباية ونص دقيق، وبيضتين بدرجة حرارة الغرفة. تمام. وكيس بودرة كريم كراميل ومعاها الكراميل بتاعها، وطبعا ذرة ملح وفانيليا وبيكنج باودر او كيك شيف. كله في الخلاط، سهلة جدا. هحط اللبن مع السكر، تمام، وبودرة الكريم كراميل، تمام، وهشغل بقى عليهم الخلاط، هضربهم كويس جدا. السكر بتاعي مش باودر، سكر عادي. خلاص ضربتهم كويس جدا، هنزل بقى عليهم بنص كوباية الزيت، ويفضل يكون زيت نباتي ما يكونش زيت التموين عشان الكيكة ما تبقاش فيها ريحة. ضربت كويس جدا لحد ما القوام بتاعي يبقى تقيل. هتشوفوه دلوقتي اهو. خلاص هشيل منه كوباية، نفس مقدار الكوباية اللي عايرتي بيها الدقيق والسكر واللبن والزيت. خلاص متفقين ان الكوبايات كلها معيار واحد. اهو شايفين بقى القوام تقيل ازاي؟ ريحته خطيرة يا جماعة. الصوص ده حطيت عليه رشة فانيليا، معلش ما كانتش واضحة في الفيديو. خلاص باقي الكمية بقى هنزل عليها بباقي المكونات بتاعتي. حطيت البيض، وطبعا حطيت البيض فلازم احط فانيليا تاني عشان ميبقاش فيه ريحة او كده. هضربهم بقى ضرب كويس تاني. هاجي المكونات الجافة، الدقيق هحط عليه البيكنج باودر، ده كيك شيف حطيت نص الكيس، وهحط برضو معلقة بيكنج باودر. طب ليه؟ علشان عندي هنا بودرة الكريم كراميل اللي بتقل لي الصوص شوية، فانا عايزة الكيكة تبقى ايه، منفوشة، ما تبقاش مكتومة. خلاص وحطيت ذرة الملح وقلبت كويس جدا. هنزل بقى عليهم بالخليط اللي في الخلاط، وهضربهم بقى ضربتين تلاتة، اقفل واشغل كده. مش عايزة ضرب كتير عشان العجينة ما تعملش معايا عرق. خلاص ادي شكل العجينة اهي. عندي بقى الصينية هنا متبطنة بحتة زبدة وبدقيق. نزلت بقى بالطبق بالعجينة. خلاص هفردها بقى كده كويس، وطبعا اكون مشغلة الفرن قبلها على درجة حرارة 180. هدخلها في الرف اللي في النص. قعدت معايا تلت ساعة، وبعد كده فتحت عليها الشواية واختبرتها بالخلة، طلعت نضيفة واستوت معايا. سبتها بقى هديت خالص. هجيب بقى صوص الكراميل اللي انا كنت شاريه على جنب، هقلبه تقليبة كده وهنزل عليه بالكيكة اهو. اوزعها بقى كده كويس. طعمها خطير يا جماعة، بالصوص مديها طعم رهيب. انا هحاول اقطعها كده علشان الزيادة بتاعت الصوص دي تنزل في الفتحات اهو. انا قطعتها نصين كده عشان عايزاها تبقى شكل قطعة الجاتو. عايزة ما عندكيش صينية طويلة اعمليها في صينية مدورة عادي خالص. خلاص سبتها برضو تهدى شوية، وجبت بقى كيس الكراميل اللي بيبقى مع البودرة، وعملت كده خطوط بالعرض. وبعد بخطوط بالعرض كده رحت جايبة بقى الخلة طالعة نازلة بيها كده عشان تدينا الشكل الزجزاج الحلو ده. خلاص بقى سبتها يعني في التلاجة تمسك نفسها شوية كده، وبعد كده هقطعها معاكم اهو. هطلع لكم بقى قطعة كده، ريحتها خطيرة وطعمها احلى اهو. شايفين؟ جميلة جدا. هرصها بقى في طبق التقديم بتاعي. وده كان شكل الكيكة النهائي. يا رب تجربوها وإن شاء الله تعجبكم. ولايك وشير. باي باي.